أيها الإخوة، إن الشعب التركستاني المسلم المغتصب المظلوم محتل إلى يومنا هذا من قبل الصين الغاشمة، ولكن هذا الشعب المحتل لم يسكت ولم يصمت يوما على الاحتلال الغاشم، ولذلك طرد هذا الشعب المحتل الصينية قبل 87 سنة من أرضه، وأسس وأعلنت جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية، وذلك في 12 نوفمبر 1933 بقيادة القادة التركستانيين الكبار، وعلى رأسهم ثابت بن عبد الباقي من كبار علماء تركستان الشرقية. ولكن هذه الجمهورية الفتية لم تعمر طويلا، اتفق الصينيون والروس على إنهاء هذه الجمهورية الفتية لكونها خطرا مشتركا على الدولتين، فاعتقل قادة تلك الجمهورية وحكموا بإعدام. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية قام الشعب التركستاني بقيادة علي خان تورا وطرد هذا المحتل مرة ثانية عن معظم أراضي البلاد، وأسس جمهورية في عام 1944 12 نوفمبر. في جملة ثانية، هذه المرة المحتل الصيني من معظم أراضي البلاد، فبدأ المفاوضات بين الطرفين حتى انتهت المفاوضات بنصب فخ لهذا الشعب، وذلك بافتعال حادثة الطائرة لقادة هذا الشعب المسلم، فقتلت القادة جميعا في هذه الحادثة، فبقي الشعب التركستاني بلا قادة، فسهلت وعجلت ذلك القضاء على تلك الجمهورية مرة أخرى من قبل نفس الدولتين المذكورتين الصين والروس. وإذ نحن نحتفل هذا الحدث والصفحات المشرقة في تاريخ تركستان الشرقية، كما هو معلوم لديكم نحن محتلون من قبل الصين منذ عام 1949 إلى يومنا هذا. وبالمناسبة نذكر ونناشد إخواننا الإنسانية الحرة في العالم كله أن يهتموا ويعرفوا الوجه الحقيقي للصينيين. إنهم الصينيون هم أخطر مما تظنون، وإنهم أهل مكر وخداع في كل مجالات الحياة. وحتى الآن التركستان الشرقية تقع تحت احتلال الصين، وهناك ملايين من شعبنا يقبعون في السجون وفي المعسكرات، وهناك آلاف وملايين من شبابنا وشاباتنا يسحبون إجباريا إلى داخل الصين ويشغلون في المصانع كما ترون في أمامكم. وهناك في العالم الحرة هم لا يريدون أن ينظروا إلى هذا الشعب المغتصب المحتل من قبل الصين. ولذلك نحن نحذر العالم أن ينتبهوا ويرون أن هناك شعبا بكامله ربما في وقت قصير سوف ينتهى من هذا العالم، من هذا الأرض. ولذلك لابد على العالم الحر أن ينظروا وينتبهوا إلى الصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.